واحد اسمه علاء طه، ده كان بيجي لنا احتياطي لطارق الياسم ياخد اجازته، يجي لنا علاء طه ألدغ، وكان بقى يخش ينقي براحته، يعدي كده الزنزانه اللي ما تعجبوش طلع لي ده، يفضل يضرب فيه علاء طه، يفضل يضرب فيه ضرب يعني ما ايه؟ علاء طه. علاء طه بقى علاء طه في محمد فوزي، ده ضابط سافل للأدب، يخش الملابس الداخلية العنبر، والله الملابس الداخلية، يخش بقى جوه العنبر كده، متعرفش ده مجنون ولا عبيط، يخش كده في العنبر، يطلع على كله واقف على النضارة، فتقف طبعا على النضارة، طبعا تشوفوا بقى وضع كده، عايزين انتوا نفسكم تلبسوا مش عارف ايه على الملابس اللي هو لابسها بالألفاظ البلد بتاعها. ضرب، هو كل دول ضباط العنابر ضرب وسفالة بقى ويشتموا كده ضرب. وفي ضابط تاني مباحث اسمه أيمن طاهر. أيمن طاهر طبعا برضه أيمن طاهر ده كان قوي جدا، بيلعب مصارعة أو حاجة، فكان ينقي الإخوة يعمل عليهم الحركات اللي هو يقول له دي اللعبة دي دي أنقى مش عارف دي براوليه دي كده، حفظناها من نقطة، ما لعبش بسرعة كده كان بيتعامل معنا بالشكل ده يعني. دول أسماء الضباط. وفي ضابط طبعا يعني الشيخ مجدي عثمان، والإخوة ما تنسوش باسل حسن، ده بتاع ترابة، ده ما فيش مثيل لي بقى. باسل حسن ده مش بيعذب، يا ريت بقى يعني انت عارف لو بيعذب يعني لو بيعذب بإيده طبعا سافل زبالة ما تتخيلهاش، إهانات بقى وكلام مش كويس، خلي المخبرات يضايقوا على الأخوات، يتكلم كلام، يجي في الزيارة يتكلم كلام في وسط الزيارة كده قدام الأهالي، يتكلم كلام مش كويس، طبعا الواحد ما بيسكتش. طبعا مش بكذب عشان أبقى بطل ولا حاجة، الإخوة عارفة إن كنا يعني الحمد لله كنا بنرد عليه بالمثل يعني، يمنعك من الزيارات، يوديك طبعا نص الإخوة اللي في الوادي الجديد. الوادي الجديد ده طبعا حاجة صعبة قوي، نص الإخوة اللي متغربة في اللومان دول منه، اللي ما يعجبوش واحد ما يرضيش يجي يلعب كورة معاه، بيجي هات لنا المشايخ يلا عشان نلعب كورة، هدي خدوها هتلعب معاه كورة ليه؟ اللي ما يرضاش يلعب كورة يروح الوادي، والله العظيم ما يرضاش يلعب كورة ايه؟ يلعب كورة رياضة. انا بقول لك ما يرضاش يلعب مع كورة، ما نسيت هتلعب مع مين؟ بيجي مرة واقف كده قال للأخ امسك التليفون ده والمفاتيح، ده خلى امسكهم لك ليه؟ قال له بقول لك امسكهم، قال له لا مش همسكهم، اديهم للعسكري يمسكهم. والله قاعد في الوادي الجديد لحد وقتنا هذا في سجن الوادي الجديد. طبعا الوادي الجديد ده علشان امك تروح لك زيارة او ابوك طبعا حوالي 12 ساعة الزيارة بقى، شوف هتاخدها بكام؟ حاجة يعني صعبة جدا. والتأديب يا شيخ اللي كان داخل الناس دي حاجة وطبعا لازم يعمل مع الباقيين اللي ما عملوش يعمل معاهم كده علشان يعملوا. فطبعا زياراتنا من نوع ممكن مثلا يمنعك من الزيارة فتجيلك زيارة طبلية، يجيلك ورك فرخة مثلا في الزيارة. عنبر التأديب عنبر التأديب أنا قعدت فيه مثلا قرابة سنتين، مش مجدي قعد في سنة مجدي قعد فيه قرابة سنة. عنبر التأديب ده طبعا في المنطقة كله خرسانة، ما فيهوش غير شباك واحد فوق الباب، حتى مش عكس الباب عشان يعمل طيار، فمسمينه عنبر الموت. حر بقى رهيب، لازم يطلع لك دمامل ويطلع لك حبوب وكده، عنبر سيء خالص. مسمينه عنبر الموت هم في المنطقة، اللي ما يعجبش بس يوديه. أظن انت رحت العنبر يا محمد؟ محمد راح عنبر الموت، قاعد معنا شوية في المنطقة، والشيخ عبد الرحمن برضه ربنا يبارك فيه. شوية بالنسبة لك على أظن محمد 5 سنين شوية معايا في اليومين. بالنسبة لي حاجة والشيخ عبد الرحمن وعبد الله والإخوة دي. أنا طبعا يعني أقول لحضرتك لو أنت حصل معاك اللي أنا حكيته ده، طبعا أنا بحكي لك كلام مش جابل، يعني مش مستحضر كل اللي حصل في ال 12 سنة بتوع أبو زعل، واخد بالك؟ لو حصل كده هتقول له أنتوا كويسين،
وهتوافق انك تعمل مراجعه معاه، تقول له الناس طيبين، انتوا ناس طيبين وكده، تقول له انا بنبذ العنف. عنف ايه؟ ده هم اللي بيعملوا معانا عنف. المفروض هم اللي ينبذوا العنف، وهم اللي يعملوا توبه، وهم اللي يعملوا مبادره معانا، هم اللي يصالحونا. طبعا في اخوه هنا كتير جدا في السجون ومرضى، منهم اخ اسمه محمد علي متولي، طبعا ده جاله ضرر، عنده ضمور في الرئه اليسرى، ده يعني اسال الله عز وجل ان يفرج عنه. دول اسماء الاخوه اللي جالهم الضرر. طبعا في اخوه جانين كتير، يعني الاخ عبد العظيم الصفتي يشهد، يعني كنا في عنبر واحد، اقسم بالله العنبر اللي انا فيه كان فيه 3 بيقولوا انا المهدي المنتظر. 3. لأننا شعب افتقدنا العدل والمساواة من حكومة تحكمنا بالجور والظلم لفترات طويلة، ب3 عقود. 3 عقود يا أخوانا، الناس بتموت في السجون، آلاف المعتقلين يموتون في السجون. فنحن نشكر الحضور ونطلب من الشعب المصري جميعا ومن ثوار الذين ثاروا على هذا الحكم أن يقفوا بجانب هؤلاء المعتقلين وبجانب الإخوة الواقفين بجانب هؤلاء المعتقلين حتى